اهلا بيكم في اول حلقات برنامج اسمع بقلبك. انا اسمي منى النادي نصار، وفي البرنامج ده من خلال حلقات ممتدة هتكلم على المناعة النفسية، الريزيلينس، ايه هي، ارفعها ازاي، وازاي اقدر احمي نفسي ضد المرض العقلي. ولاني هتكلم عن المرض العقلي فلازم اشرح للناس قبل ما يحموا نفسهم منه ازاي، ايه هو المرض العقلي. هتكلم اكتر على خرافات كتيرة مرتبطة بالمرض العقلي، وعن طرق علاج المرض العقلي، وعلى بعض الأمراض المنتشرة والأقل انتشارا في المرض العقلي. قبل ما أبدأ بقى أتكلم في المواضيع ديت، الأول عايزة أعرفكم بنفسي أكتر وإيه اللي خلاني أعمل الموضوع ده. أنا في الصيدلانية. من 12 سنة قررت إن أنا أغير الكارير بتاعي وأفتح بيزنس في مجال التنمية البشرية. خلال ال 12 سنة دولت اشتغلت في مصر واشتغلت في كندا، احتكيت بناس كتير جدا، شفت حاجات كتيرة، اتعلمت حاجات كتيرة، اتعلمت موداليتيز كتيرة في المجال ده. ازاي الواحد يفهم نفسه، ازاي يطور نفسه، ازاي يبقى انسان افضل، ازاي يبقى انسان اكثر توازنا. ولاني بحب اخش في كل حاجة دي بعرف هي جاية منين، فاتجهت اكاديميا ان انا ادرس سايكولوجي. فدرست سايكولوجي في جامعة يونيفرسيتي في كالجري وهارفارد يونيفرسيتي، بالإضافة أن أنا خلال الفترة ديت أخدت ماجستير في إدارة الأعمال. الثيسيس بتاعي كان عن الابليكيشن بتاعة البوزيتيف سايكولوجي في البيزنس، وأخدت كمان سيرتيفيكت جراديويت ليفل من هارفارد في الاورجانيزيشنال بيهيفير، زائد ان انا درست كذا مدرسه في اللايف كوتشنج. ومن خلال بقى كل الشغل والدراسة والاحتكاكات والسفر والقصص دي وصلت كده لاستنتاجين هم اللي خلوني أعمل البرنامج دوت. أول استنتاج إن في انتشار كبير للمرض العقلي الغير مشخص. اللي أنا بقصده إن مش مسألة إن حد عارف إن عنده مرض عقلي ومش عايز يروح للدكتور، لأ، هو الناس أصلا عندها مشاكل كبيرة في العلاقات وفي مجالات كتيرة. والمشكلة في ناس المشكلة عندهم بتبقى في مرض عقلي غير مشخص، والناس مش فاهمة ده أصلا. ده سببه أكيد جهل كبير قوي بالمرض العقلي. خرافات كتيرة قوي حوالين المرض العقلي جايلنا من الميديا ومن التلفزيون والأفلام. الجزئية التانية إن أنا لقيت إن الحقيقي اللي كنت بعمله السنين اللي فاتت دي كلها كان عبارة عن إن أنا بساعد الناس إنها ترفع المناعة النفسية بتاعتها. يعني إيه؟ لازم أعرف الأول إيه هي المناعة النفسية. فالمناعة النفسية هي عبارة عن القوة النفسية بتاعتي في مواجهة الصعوبات والمشاكل والتحديات اللي في حياتي. والمناعة النفسية هي اللي بتخليني لما أقع أقوم تاني. بداية الكلام عن المناعة النفسية كان من خلال علماء اللي درسوا developmental psychology، وراحوا شافوا لاحظوا ان في الاطفال دي بتتعرض لمشاكل كبيره قوي في طفولتها، عنف اسري، فقر، بولينج، ومع ذلك الاطفال دي بتكبر وتنجح في حياتها وبتبقى سليمه نفسيا. وفي أطفال بتتعرض لظروف أقل صعوبة بكتير، ومع ذلك الأطفال ديت بتتعب، بيجيلها أمراض نفسية وعقلية، بتدخل في إدمان وبتفشل في حياتها. وبدأوا يدرسوا ليه في أطفال كده وفي أطفال كده. المهم العلم ده توسع جدا، والدراسات خرجت من نطاق الأطفال لنطاقات كبيرة. وكفاية ان انا اقول لكم ان المسؤولين في الجيش الامريكي لاحظوا ان الجنود لما رجعوا من العراق وافغانستان رجعوا مصابين بامراض عقليه، وما كانوش بيقولوا، لان طبعا في وظائف معينه الاستجمة او العار المرتبط بالمرض العقلي بيبقى عالي، منها الجيش. فالجنود والضباط ما بيقولوش، بس بيبدا بقى يبان لخبطه في الشغل، علاقاتهم بتبوظ، يتطلقوا، وفي ناس تنتحر. فالمسؤولين في الجيش الامريكي قال لك لا، مش هينفع كده، احنا الوقايه هي خير من العلاج. احنا هنروح نعلم الناس ديت ازاي يعلوا مناعتهم النفسيه قبل ما يروحوا اصلا اي حرب. ففعلا راحوا لمارتن سيليجمان، وهو ده الفاذر اوف بوزيتيف سايكولوجي، اول واحد عمل موضوع البوزيتيف سايكولوجي سنه 2000، وهنتكلم عليه كتير في الحلقات ديت. وعملوا معاه برنامج اسمه comprehensive soldier fitness program. وراح مارتن سيليجمان والتيم بتاعه درب 10,000 فرد جوه الجيش الامريكي على موضوع ريزيلينس، ودربهم ان هم يدربوا بقيه الجيش. ده بس يدينا فكره عن
موضوع الريزيلينس ده كبير ومهم ازاي. طيب علشان نفهم موضوع الريزيلينس اكتر، زي ما اتفقنا في ناس بتتولد قوية نفسيا، هي جينيا كده مولودة قوية، تتخبط الخبطة تقوم منها وما لا يقتلني يقويني. وفي ناس تانية بتتولد هشة نفسيا، تاخد الخبطة بتقع. طيب الناس الهشة ديت مفيش طريقة نرفع المناعة النفسية؟ لا طبعا. الجود نيوز ان في طرق نرفع المناعة النفسية، ومناعة النفسية مش بس للناس اللي هي هشة، برضو مهمة للناس اللي ممكن تبقى دخلت في أمراض عقلية وخفت علشان ما ترجعش تاني. مهمة لأن حتى الناس اللي هي كويسة وصحتها كويسة إنها تبقى أكثر صحة. فخلوي من المرض العقلي مش معناه إن أنا صحتي العقلية كويسة، ودي حاجة مهمة قوي إن احنا نفهمها. طيب علشان نعلي المناعة النفسية بقى، العلماء قالوا ايه؟ العلماء قالوا اول حاجة ان الواحد يبقى واعي بافكاره ومشاعره ويقدر يتحكم فيها. فمش كفاية ان انا ابقى عارف انا طريقتي في التفكير عامل ازاي، يعني ان في طريقة تفكير بتدخل واحد في انكزايتي، طريقة التفكير اللي بتكبر المواضيع وتقلب كل حاجة كأن كل حاجة مصايب كده. وفي طريقة تفكير بتدخل في الدبريشن اللي هي بتاعت مفيش فايدة مفيش فايدة. ففي طرق تفكير انا محتاج بقى ان انا القط انا بفكر ازاي، وبعدين يبقى عندي تولز تخليني اغير الطريقة اللي انا بفكر بيها. في حاجة اسمها المنتال اجيليتي، اللي هي قدرة البني ادم ان هو يبص لكل موضوع من كذا بروسبكتيف. دي طريقة برضو ممكن الناس تتعلمها. ثقتي بنفسي، السيلف ماستري ديت من الحاجات اللي هي بتعلي المناعة النفسية، ودوت علم وليه ناسه وليه طرق. المايندفولنس، فكرة ان الواحد يقدر يتحكم في افكاره بحيث ان هو يعيش في اللحظة اللي هو فيها، ولا يفكر في المستقبل ولا في الماضي. وديت حاجة بتساعد ناس كتير جدا وبتعلي المناعة النفسية ان يبقى عندي السكيل ديت. في حاجة اسمها كونكشن. يعني ايه كونكشن؟ علاقاتي، من اول علاقة الطفل بوالده ووالدته، واهم حاجة علاقة الطفل بمامته. اول 5 سنين في حياة الطفل بيأثروا جدا على مناعته النفسية. ودي حاجة مهمة لكل أم بتخطط إنها تخلف أو عندها أطفال صغيرين، إنها تعرف إن أنا مش بس عشان أعلمهم أحسن تعليم وإن أنا أكلهم أحسن أكل وألعبهم وأجري وراهم في التمارين، أنا ليا دور في إني أعلي المناعة النفسية لأولادي. غير كده علاقتي بالناس المحيطة بيا، علاقتي بجوزي، علاقتي بمراتي، علاقتي بولادي، علاقتي بأهلي، علاقتي بالناس اللي معايا في الشغل، هل هي حاجة بتعلي مناعتي النفسية ولا بتضعفها؟ هل في حياتي أصدقاء بيدعموني؟ دي حاجة بترفع المناعة النفسية. أهم علاقة بقى علاقتي بربنا، شكلها عامل ازاي؟ مفاهيمي عن العلاقة ديت ايه؟ إيماني عامل ازاي؟ وجود هدف في حياتي، عندي مينينج في حياتي، عندي هدف أكبر مني والهدف ده بيخدم الآخرين. فهل انا عندي هدف زي ده ولا لا؟ التفاؤل، اوبتيميزم. في ناس كده ربنا الحمد لله يعني كرمها وهي متفائله بطبيعتها، وفي ناس محتاجه تتعلم التفاؤل. التفاؤل ده بيسموه الانجن بتاع الريزيلينس، يعني المحرك بتاع المناعه النفسيه. البيئه اللي انا عايش فيها والمؤسسات اللي انا عايش فيها، من اول اصغر مؤسسه اللي هي عيلتي، شكل البيئه اللي انا عايش فيها، جو عيلتي ايه، بيعلي المناعه النفسيه ولا بيضعفها؟ جو شغلي بيعلي المناعه النفسيه ولا بيضعفها؟ المدرسه اللي انا ببعت ولادي ليها بتعلي مناعتهم النفسيه ولا بتقللها؟ هل انا لما بقع، هل في مؤسسات في المجتمع اللي انا فيه بتعلي مناعتي ولا لا؟ زي ما انتم شايفين الموضوع الكبير بتاع الريزيلينس، وجميل ان هو حاجات ممكن نتعلمها. الحلقة الجاية هتكلم اكتر عن المرض العقلي، انتشاره، دور الستريس في تطور المرض العقلي. وفي الاخر قبل ما اختم الحلقة، اتمنى ان لو في معلومة حسيتوا انها عجبتكم وتفيد الناس، يا ريت تنقلوها، لان اكتر واحد بيتعلم هو اللي بيعلم. فانقلوها، ما عندكمش وقت شيروا الفيديو. واتمنى ان انا ابقى ضيفة خفيفة عليكم في الحلقات الجاية، واشوفكم على الف خير، وشكرا لكم.